السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ بخير على خير؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. شكرا لكم بزاف، شكرا للناس الجداد اللي تابوناو عندي في القناه، شكرا لكم بزاف بزاف. وشكرا للناس اللي كيتفرجوا فيا في الفيسبوك ما كيقدروش يديروا لايك، ولكن تقدروا انكم تخرجوا من الفيسبوك وتدخلوا اليوتيوب وتكتبوا اسم القناه، تخرج لكم القناه ديالي وتابوناو في القناه. وشكرا لكم بزاف على اي حاجه، ماشي اوبليجي عليكم انكم تخرجوا من الفيسبوك، المهم كفكره وصافي، باش تبقى القناه ديالي كتخرج عندكم مره باش تبقى تتفرج في لي فيديو ديالي. كاينين لي فيديوهات ديال الاستفاده، كاينين بزاف د الحوايج، ولكن مع ما كنلقاش التفاعل مع القناه صافي ما كنحطش بزاف، ما كنبقاش نبحث بزاف في المواضيع. بغيو كاين شي مواضيع مهمين كنبغي نهضر عليهم، كنقول علاش. يعني الانسان اذا ما كيتفاعلش مع القناه ما كاينش علاش. وباش تجيب المعلومه وباش تقرا على المعلومه لانني شفت بزاف د الناس ما شاء الله كيحطوا معلومات خاطئين وكيبقى فيا الحال. وباش تبحث على المعلومه وباش تقرا باش تجبد المعلومه الصحيحه راه صعيب بزاف، والله العظيم. شي مرات كنهز ورقه والستيلو كنبقى نكتب باش نحط المعلومات اللي نقدر انني نحطهم في القناه، باش الانسان يستافد شي حاجه اللي هي زوينه بالنسبه للقوانين اللي كاينين في اسبانيا، حيت انا كنت عايشه في اسبانيا ودابا عامين ملي تحولت هنا لبلجيكا. وكيفاش تحولت هنايا عاوتاني لبلجيكا، المراحل اللي دوزتهم هنايا في بلجيكا. المهم بالنسبه للشونجمون كيكون شويه صعيب، بالنسبه للتغيير دوله لدوله كيكون شويه صعيب، ولكن بغيتو نهضروا على هذا الموضوع تقدروا تحطوه لي في الكومونتير، انا غنهضر لكم على هذا الموضوع. وكاين عندي في هضرت عليه في شي فيديوهات اخرين بالتبديل، كيفاش بدلت الوراق، كيفاش. المهم بغيتو اي حاجه اي معلومه تقدروا انكم تحطوها لي في التعاليق. هذا النهار جينا نهضروا على واحد الموضوع بزاف كيهضر عليه، يعني كفكره ديالي شنو بان ليا وشنو ما بان لياش. انا كما قلت لكم في الفيديوهات السابقه، دابا 8 سنين ونص تقريبا، داخله في 9 سنين ما دخلتش المغرب. لما دخلت المغرب لقيت واحد التغيير اللي والله العظيم زوين بزاف. الناظور خصوصا المدينه ديالي، مدينه الناظور، اصلا تساريت غير نواحي الناظور، يعني ما خرجتش باش ما نكذبش عليكم. مدينه الناظور من 8 سنين ونص لدابا تغيرت بزاف، ولدرجه انني ما كنقدرش نتمشى فيها حيت من كثره ما كلشي تبدل عليا. وما شاء الله ما شاء الله واعره، يعني واعره. وشنو اللي فيها يعني. والناس عاوتاني اش غنقول لكم، فريمون حنايا مشينا مع مده طويله ما مشيناش للمغرب، قلبنا على ناس قلبنا عليهم باش نسلموا عليهم ما لقيناهمش. وناس اللي ما حتى هما ما تفاعلوش معنا باش ان الانسان يقلب على واحد باش يتلاقى، ما تلاقيناش. ولكن كاينين الناس اللي تلاقيت معهم وفرحت بزاف فريمون. كلشي تبدل الحمد لله، كلشي رجع من الاحسن للاحسن. كنشوف الجيران واش هنايا، حيت الجرده ديالي لاصقه في جرده الجيران. المهم تبدل من احسن لاحسن. وشنو الحاجه اللي ما تبدلاتش بالنسبه بزاف د القنوات كيهضروا على الغلاء الاسعار في الناظور وشنو هو السبب. فريمون هذا هو المشكل الكبير اللي كيعانيوا منه ناس الجاليه، يعني الغلاء وكل شيء. انا قلت لكم 8 سنين ونص ما هبطش العام اللي فات، كل شيء كيقول غالي 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 غالي. يعني انا غنقول لكم النظريه ديالي بالنسبه للناس اللي كيمشيو للمطاعم ولي ريستورون. قبل ما تدخلوا لشي ريستورون ولا شي مطعم ولا شي كافي تسولوا. حتى انا وقعت ليا، يعني ماشي ما وقعت ليش. دخلت واحد الاديريه فين كيتباعوا الادو، كانت غاليه، خلصتها غاليه، ولكن كاينين بلايص رخاصين. وبزاف الناس كيقولوا لك علاش كتسولي على الثمن، ياك جايه من الخارج راه نورمال، راه الميزانيه، يعني انت كتكون محدد الميزانيه باش تدوز لي فاكونس، يعني باش انك تخلص بزاف د الفلوس في شي حاجه
صافا با وتخلصها بلاصه اخرى رخيصه سي ميو. يعني كاين بلايص اللي رخاصين ما شاء الله، اللي يعني مناسبين في الاثمنه، وكاين البلايص اللي طالعين في الاثمنه. يعني على حسب بنادم خاصو يقلب، خاصو يشوف، خاصو يسول قبل ما يدير اي قبل ما يهز اي خطوه. بالنسبه غنهضر لكم بعد على المشكل د السيارات هو اللي دار فيه واحد في الطريقه ديال السياقه وداك الشيء، واحد دخل في شي. وداك شهر 7 ما كانوش بزاف الناس الخارج، حيت الناس الخارج كيهبطوا نص تقريبا فيناليز ديال 7 8. في ديك الوقيته اللي مشينا حنايا ما كانش ناس الخارج، كانوا الناس كيجيو من المدن المغربيه، شي داخل في شي. واحد الحاجه عاوتاني، الاطفال اللي كيبيعوا يعني بين الطوموبيلات، حقيقه كيبقى فيها الحال بزاف، لان هذوك الاطفال بلاصتهم مدارس، بلاصتهم حاجه زوينه يقراو ويتعلموا ويوصلوا لواحد المستوى اللي كبير. بقى فيها الحال بزاف، كتلقاي طفله او طفل كيبيع، كيدير ستوب، كيبقى يبيع لك. المهم شي كيبيع مشوار، شي كيبيع لي فلور، كل واحد شنو كيبيع. مي هذا الشيء بالنسبه ليا حاجه خطيره 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 بزاف بالنسبه لهاد اطفال حقيقه بلاصتهم المدرسه. والحاجه اللي اللي اثارت انتباهي بزاف، العقار في مدينه الناظور غالي بزاف. راه امبوسيبل، راه واحد في الخارج مستحيل يشري بداك الثمن. يعني باش انك تشري ابارتمون ما مجهزه ما والو 60 70 مليون، او تشري دار 200 300 المليون 300 مليون، وراه احسن حاجه غنشريها هنايا، لانني كنعيش هنايا وحياتي هنايا، ما غنشريهاش بداك الثمن. يعني بلجيكا ما شاء الله المدخول طالع، زائد كتخلصي على الوليدات، زائد مدخولك ماشي بحال المغرب. والديور ما شاء الله 150 180 فيهم بتصلحي شويه، لكن ماشي بدوك الثمن. انا شفتك البارح في التيك توك واحد حط دار ب 300 المليون، او تحط ابارتمون قسم لكم يمينا ب 170 مليون. ابارتمون ب 170 مليون ما دايره حتى في اسبانيا. يعني اذا بغيتي تشري، مهم كاينين بلايص الغاليين في اسبانيا ما نكذبوش، كاينين 150 120، ولكن كاين بلاص 30 40، كاين حتى ل 20 مليون في اسبانيا. هذا هو المشكل اللي كاين. بنادم يخصو يعرف. وهذا العام بالضبط بزاف د الناس ما بغاوش يهبطوا لمدينه الناظور حيت جاهم داكشي غالي. سمحوا لي وقف لي الفيديو حيت عمر لي التليفون. قلت لكم العقار بزاف د الناس ولاو ما كيبغيوش يشريو في الناظور، ما كيبغيوش يجيو الناظور، ما كيسمعوا على الغلا بزاف، كيسمعوا بزاف على الغلا. وانا بالضبط النصارى اللي كنعيش معاهم هنايا، فاش من مدينه مشيتي ليهاش من هذه. يعني بنادم كيبغي يعرف الثقافات، ولكن من كتمشي كتقولي البخي ديال الدار، او كتقولي البخي ديال باش تكري ابارتمون في الناظور كتلقايها غاليه بزاف. هذا هو المشكل اللي عندنا. اما المعيشه ولي ريستورون داكشي كاينين اثمنه ما شاء الله جد مناسبه. كل واحد خصو يقلب يشوف يسول. كاينين دي ريستورون اللي بثمن مزيان، وكاينين دي ريستورون ما شاء الله باثمنه غاليه. انا ما نكذبش عليكم، وقعت لي غير في إيلادو صافي بدلت واحد البلاصه اخرى عجبتني، كانت بثمن جد مناسب، وكذلك داك العصير ديال الكاس كان ثمن مناسب. وبالنسبه للحوت عاوتاني قلبت على لي ريستورون باثمنه جد مناسبه، يعني كلينا وشبعنا ما شاء الله. وكان كيعجبني انا السردين مشوي، ما كناكلش انا الطواجن بزاف واللحم، رغم انه من مشيت للفزوان طلبت الطاجين ما رجع هكاك ما كليناش، غير هو قالنا راه زوين. قلت له صافي طلبت واحد، ما والله ما كليناه رديناه. حنا كنبغيو الحوت بزاف على برا. وهذا الشيء اللي بغيت نوصل لكم. هذا الشيء هي الفكره ديالي. انا كنتمنى العقليه ديال الناس تبدل شويه، ويكون يعني الناس الخارج جايبين واحد الميزانيه، راكو عارفين نقولوا عام ما هبطش المغرب او عام او عامين،
ضارب على واحد الميزانيه، لما كيوصل للمغرب كيلقى واحد الميزانيه طالعه، يعني داكشي اللي ضارب له الحساب ما كتقدوش. وبنادم هادشي هو المشكل اللي كاين، داكشي علاش كيختاروا مدن شويه باثمنه مناسبه، كيمشيو كيدوزو لي فاكونس، او اغلبيه ديالهم كيمشيو لاسباني كيدوزو الفاكونس بثمن جد مناسب. قالت لكم بنتي اسبانيا كتحماق على اسبانيا لان هي تزادت في اسبانيا. اسبانيا عاوتاني كتلقاي اثمنه جد مناسب، كتلقاي لي ريستورون، كتلقاي فطور رخيص، كتلقاي الحقيقه هادشي اللي بغينا يكون ان شاء الله. اما الباقي، اما كمدينه واعره فريمون مانيفيك، كلشي تبدل فيه، كلشي جا زوين. انا قلت لكم تبدل عليا 8 سنين ونص، ما هبطش تبدل عليا حتى باش نتمشى انا على رجليا جاني صعيب. نزيدو واحد الحاجه اخرى، الطاكسيات، بتي تاكسي لي بتي تاكسي هادوك ما كيوقفوش عندك نهائيا. هادوك نهار كامل وانا كنقول تاكسي تاكسي، نشد تاكسي نهبط لولاد ميمونه او نهبط المركب، او ما كنلقاش الطاكسي والله ما كنلقاه صافي كندوزو. اما بناتي كيقولوا لك نهبطوا هبطوا المغرب ما خصناش نهضروا نهائيا باسبانيوليه وبفرنسي، حيت كيهضروا اسبانيوليه وفرنسي. قال لك بقاو نهضروا غير الشلحه، وفريمون داروا لواحد المجهود ما هضروش كاع بالفرنسي ولا بالاسبانيه. ولدي واحد بوحدو اللي ولا كيتعلم شويه الريفيه، حيت هو تزاد هنايا، هو ملي تزاد ما هبطش للمغرب، وانا كنهضر معاه في الدار، ولكن هو ما عرفتش علاش ما هزهاش. ولكن هذا العام ما شاء الله انطلق، بدا كيخرج، كيقول جمله مفيده، كيقول كلمات مهرسه شويه، ولكن الحمد لله ماشي بحال الاول، كاع كان صعيب عليه الحال. وهذا هو الفيديو، شكرا لكم بزاف، كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، او بغيتوا معلومات ما تنساوش تخليوه لي في التعليق، ان شاء الله غادي نشارك معكم اي سؤال حطيتوه ليا في التعليق. مع السلامه، الفيديو الجاي ان شاء الله.